فارس، مساء الفل. مساء النور، ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام بخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله. النهارده عايزين نتكلم على الفصام، مم. وبالذات الوصمه بتاعه مريض الفصام او الستيجما بتاعه مريض الفصام. الاول ليه؟ يعني اشمعنى المرض ده بالذات اللي مشهور وكميه قصص وحواديت على الوصمه بتاعته؟ اشمعنى ده بالذات اللي عنده الوصمه الكبيره دي؟ طيب، هو احنا لو بدأنا كده مثلا نرجع للسينما لما بتيجي تجسد مثلا مريض فصام، فالصورة اللي دخلت للإنسان ان هو الشخص اللي ماشي في الشارع بيكلم نفسه، بيشتم الناس، بيعمل سلوكيات غريبة زي ان هو ممكن مثلا يقلع هدومه في الشارع او هكذا. فالصورة دي دخلت ان الشخص دوت ممكن يأذي اللي حواليه او يأذي نفسه من غير ما يحس. مم. يعني حتى نلاقي الكلام بتاع الناس، ده لو قتلك مش هياخد فيك ساعة، ابعد عنه عشان ده مجنون، ممكن يعمل مش عارف فيك ايه. فده خلينا احنا كمجتمع، الصورة دي من المريض بتحدد الأمان بتاعنا، بنحس بالخطر من ناحيته، فبنبدأ نوصمه. ان هو حتى على فكره في السينما كمان لما جت تجسد طريقه العلاج بتاعته، بان هو المستشفى تيجي تاخده تلبسه البدله اللي هي مقلوبه دي. مقلوبه ديت، وتربطه عشان خاطر، فخلت حتى الاستيريوتايب بتاع المستشفيات ما بقى اسمها مصحه. ف واتحكم عليه ان هو لدرجه ان انا ملوش. مثلا بعد 20 سنه شغل عمري ما شفت البدله المقلوبه دي. ايوه، هي مش موجوده فعلا غير في السينما بس. فخلى حتى الناس تتعامل مع الموضوع على ان هو فيري ريسكي، مم. وان علاجه شبه مستحيل. ده أثر في جوانب كتير جدا، أثر في طريقة تعاملنا مع المريض، أثر في الشيم اللي بيحس بيه أهله إن في مريض سايكوزس أو سكيزوفرينيا في الأسرة. أثر حتى على الاهتمام بالمرض. يعني احنا نلاقي الدولة مثلا أو المؤسسات لمساعدة مرضى الكانسر، لمساعدة مرضى الفيروس سي، بس عمرنا شفنا مثلا مستشفى معمولة لمساعدة مريض الفصام. صح. نلاقي ان هو في مستشفى طبعا، بس ما فيش الجمعيات اللي هي، او ان هي الجمعيات بتلم دي ما هياش تبرعات. مشهورة، او الناس ما بتقبلش قوي. وحتى الدعم، يعني زمان كان يجي ناس معاها وجبات عيش مش عارف ايه، وده اللي يوزعوه على المرضى ان هو بياكلوا كويس في المستشفى. بس ما حدش بيفكر طب انا نعمل ايه عشان نرجع الناس دي لحياتها الطبيعية. مم. بيبقى اوقات كتير، ويمكن ده التغير اللي حاصل بره، ان هم بيلغوا المستشفيات الكبيره اللي زي العباسيه والمعموره وكده. مم. وبيحاولوا ان هو ازاي هنتعامل مع المريض وهو في بيته، مم. ازاي هندور له على شغل، ازاي هنساعده ان هو ياكل ويشرب ويتعامل وهو في بيته. ده بيقلل كتير من الاستجمة، ومتهيألي ان هو كمان بيحسن ان الشخص ده يعرف ياخد باله من نفسه، يعرف يعيش حياته وهو عارف ان انا لازم هاخد بالي من نفسي. ما ينفعش ان انا كل شويه جوه المستشفى، او الدواء هبدا افهم اهميه الدواء وهكذا. مم. فمتهيألي ان هو الافكار اللي في دماغنا اللي على المريض اللي بتكون الاستجمة دي بتأذي جدا العلاج، وبتأذي جدا صورة المرض وصورة المريض. طبعا. تعالى كمان نبص كده للفرق ما بين طريقة العلاج القديمة وما بين الطريقة اللي احنا بنتكلم عليها في الفترة الأخيرة دي. مم. زمان كانت الطريقة بتاعت العلاج ان هو يجي ياخدوه من البيت، لان المريض ما بيكونش انسايتد بأي حاجة، وان هم يحطوه في المستشفى ويفضل مقضي في حياته كلها في المستشفى مدى الحياة. كانت تعتمد حتى على الجلسات بتاعت الكهرباء، وحتى الجلسات بتاعت تنظيم إيقاع المخ او الكهرباء واخده نفسها ستيجما. يعني حتى طريقه العلاج نفسها الناس بتترعب منها، وان المريض ده كده خلاص هو اتحكم عليه بان هو هيعيش حياته واقفه في المستشفى. فكان الجزء كله بيركز على الجزء البيولوجي. العلاج كان بينفسايز على الجزء البيولوجي بس في العلاج. في الفتره الاخيره او الطريقه الحديثه بتاعته، احنا بقينا بنبص المحاور جنب الجزء بتاع البيولوجي، الجزء السايكولوجي اللي هو التأهيل النفسي، الجزء السوشيال كمان، ان الراجل دوت يرجع يتعامل مع بيته عامل المجتمع ازاي، تاني. عيشته عامله ازاي، اذا بالظبط. كان يقدر يرجع سايكو يشتغل تاني اديوكيشن ولا لا. للاهل ازاي يتعاملوا معاه وهكذا، ننمي السوفت سكيلز بتاعته وهكذا. حاجه تانية ان هو يلاقي حد فاهم الاكسبيرينس اللي هو عايشها، اللي هو ده بقى اللي احنا بنعمله في الجلسات. هو من ساعه ما بتبدا تظهر عليه الاعراض والناس كلها بتبدا تتعامل معاه على انه شخص
غريب. غريب، مش عارفين يتعاملوا معاه وبيخافوا منه وبيخجلوا كمان ان هم يظهروه. فوانس ان هو اصلا بيلاقي حد فاهم التجربة اللي هو بيمر بيها، ده بيخليه يقدر يتكلم اكتر عنها، فبالتالي بيدينا صورة اعمق عنها، فبالتالي نقدر نتكلم معاه او نبدأ نتكلم عن الادلة او نقدر نشتغل معاه behavioral على ان هو يتحسن. لان احنا عندنا نوعين من المرضى: كابسوليتد اللي هو ما بيتكلمش عن الاعراض اللي بيعيشها، وده بسبب الهجوم الجامد اللي بيجيله بايه اللي انت بتقوله دوت، ايه التصرفات الغريبه اللي انت بتعملها ديت، ان الناس كلها بتعامله وحش بسبب اللي هو بيعيشه. وانس ان انت بتديله شويه امباثي وبتبدا تقوله ان انت مصدق او ان انا مصدق ان انت عايش ده، بيبدا ياخد ويدي معاك في الكلام. ده بيتيح لينا فرصه ان احنا نعدل المسار بتاع التفكير، يتيح لينا فرصة ان احنا نقول له ده بيأثر على مشاعرك ازاي، نبدأ نعلمه يتعرف على المشاعر من تاني، نبدأ نديله مهارة ازاي يتعامل مع ده، نقدر نوريله ازاي ده ممكن يخسره، ازاي دوت ممكن يتحكم فيه، يكنترول البيهيفير بتاعته او الاعراض بتاعته. فبالتالي لما بيمشي معاك كام خطوة تلاقي ان هو والله انا حياتي بقى الليفل بتاعها احسن شويه. فحتى لو اتبقى جزء بسيط من الاعراض الدواء محلهوش، بيبدا هو يكون موتيفيتد بان هو يتعامل عايز معاه. يكمل تاني. بالظبط، كمل تاني. متهيألي برضو في نقطة مهمة، وهي توقعنا من المرض. ان احنا هنا الناس ما ده فصام، ف هو بقى احسن نخبيه، واحسن ما حدش يعرف ان احنا عندنا مريض فصام، واحسن ان ما حدش يحس ان هو موجود، بدل ما نتفضح وبدل ما كذا. النقطة التانية، احنا مش متوقعين منه حاجة، لا مم. عايزينه يشتغل ولا عايزينه يتجوز ولا عايزينه يعيش. مم. ده بيزود يعني الجزء الاجتماعي زي ما انت قلت، اللي هو بيخلي ان الواحد لا والله ما ملوش لازمه بقى. لكن لو انا بتوقع منه، بديله مسؤوليات محدوده ومتهندسه على قده، ولكن مسؤوليات هو هيعملها، لازم يقوم بيها مم. عشان يعرف يعيش. ده بيحسن جدا التعامل بتاع المريض، وبيخليه ان هو لا، انا عندي فرصه ان انا اعيش، عندي فرصه ان انا اعمل حاجات في حياتي، مش ان انا وحياتي وقفت وانتهت. هو اتقال الجزء الاولاني اللي انت اتكلمت عنه، هو ليه احنا الاكسبكتيشن بتاعتنا عن المرض ان هو داون كده؟ ليه؟ ايه السبب فيها؟ يعني تعالى نشوف مثلا ليه الانسان ممكن يقبل مريض كانسر، مع ان الكانسر هو مرض بيهدد حياة البني ادم ومؤشر ان هي وارد ان هي بنسبة كبيرة ان هي تنتهي بدري، بس بنبقى مستنيين منه ان هو يعافر وان هو يحاول وان هو يعمل. بس ما بنبصش لمريض الفصام بنفس النظرة دي. هو تاني الموضوع بيرجع لسيكولوجية الشخص اللي عايش مع المريض او اللي حوالين المريض. أيوة. انا اكون ان المرض بتاع الكانسر بيهدد الشخص نفسه بس ما بيهددنيش، بيأثر في المشاعر بتاعت الشخص نفسه ما بيأثرش في مشاعري انا، هنا انا هديله امباثي، هتعاطف معاه. انما كون المريض انا شايف ان هو ممكن ابذل معاه مجهود عشان اوصل له معلومه، او ان انا هبقى محتاج اخد خطوات كتير عشان هندل له حياته. لما بحس باللود وبالمسؤوليه دي، انا هنا بحاول ارمي توبته بقى عشان خاطر ايه؟ لا ده كده انا مش هقدر اعمل له حاجه او مش هقدر اقدم له حاجه. وده فخ، يعني فخ ممكن الاهل يقعوا فيه، اليأس والاحباط. فخ ممكن يقع فيه المريض نفسه بان هو يشوف محدش هيساعدني، فانا خلاص انا كمان ما باليد حيله. فنبدا هنا الاكسبكتيشن بتاعتنا تنزل تقع خالص. خالص. ونبدا ان احنا ما جربناش اصلا نبوش المريض لقدام. فبالتالي اكيد طبعا يعني ما زقناهوش لقدام، يبقى هنرجع لورا، فيبقى احنا بنحقق النبوءه اللي احنا كنا حطيناها من حطيناها الاول. ان هو الدنيا هتبقى بايظه والدنيا هتبقى. بالظبط. الجزء الثاني، طبعا ان المريض يبدا يتحط له تاسكات حتى لو بسيطه جدا. يعني في اصعب الحالات اللي نكون مثلا التارجت بتاعنا فيها مش كبير، ان هو يرجع يمارس حياته بشكل كامل، بس هو الراجل دوت يقدر ياخد باله من نفسه، يقدر ياخد باله من الهايجين بتاعه، يقدر ياخد باله يتعامل مع اسرته بشكل كويس، يقدر يحضر مناسبات من غير ما الناس تحس ان هو في حاجه ويرد او ان هو يلاقي صعوبه في ان هو يتعامل معاهم. فحتى التاسكات الصغيره دي هو لما بيبدا
يلمس انجاز، او ان انت تبوش المريض دوت ان هو ينفذ المهمه ديت وينفذها، وتيجي تقول له برافو، هو بيبقى مستني ان انت تديله تاسك تاني. هو ده بمثابه كده سبق اكنك بتعلم طفل من وهو صغير المشي. فهو الاول وهو بيحبي انت بتسقف له ان هو مشى الكام خطوه دول، بعد كده بتبدا تعلمه ان هو يقف. هو نفس الموضوع بالظبط، في كل مره بتديله تاسك صغير، كل مره بتقول له الله ينور عليه، كل مره بتقول له انا جنبك يلا بينا نكمل، هو بيخليه يجري. ومع الوقت السكيلز بتاعته بتنمو، ما بتقفش عندها. هي دي فكرة، ان هو بس نبدأ العلاج بالطريقة الصح، او نحط المريض في المنطقة اللي هتساعده يعيد بناء الحاجات اللي اتكسرت او الحاجات اللي وقعت قبل كده، فيقدر ان هو يعديها، ويقدر ان هو يعيش حياة مختلفة. والله في الحته بتاعت نبدا العلاج بطريقه صح ديت، يعني من اشهر بس الثقافه بتاعت المجتمع بتاعنا، ان هو كده اول ما بنلاقي الاعراض دي يبقى هو مسحور، هو محتاج دجال، هو محتاج يروح لشيخ. فده بسبب قله الوعي او قله ثقافتنا بالمرض بيخلينا نضيع وقت طويل جدا. هو ده تاني ما ب... يرجعنا للاستيجما. انا اهون لي يبقى الراجل ده ملبوس عن مم. ان هو عنده مرض نفسي. مم. مم. يعني اهون لي انا كأسرة ان ابني يطلع ملبوس مم. عن ان هو يطلع عنده مرض نفسي، مع ان الملبوس ملوش علاج والتاني جاهز. بس هو ده. او في مخيلته لا، الملبوس هنطلع الجن منه وهيرجع تاني زي ما كان. اه مع المرض بتكون فعلا تقبله للمرض والانكار اللي بيحصل بيعطل جدا في ان احنا ناخد اكشن صح، ونلاقي نفسنا رحنا لكذا اتجاه، وفي الاخر خالص لجأنا للطب فنلاقي تفسير بقى. ونلاقي ان فعلا من هنا بقى ايه الاهل اللي تلاقيهم يبداوا ايه خلاص. يعني هو الاول هو كان بيجري ورا الشيوخ والدجالين وبتاع، كان متحمس قوي وتلاقيه مستني نتيجه. اول بقى ما نبدا نمشي في سكه الطب ديت، يا لا الاكسبكتيشن بتاعتنا تقل خلاص كله باظ. وخلاص. طيب خليني الخص اللي احنا قلناه، ان احنا مريض الفصام اللي عنده مشكله مع الاستجما، او هو عنده مشكله مع الاستجما، علشان احنا بنستغرب الشخص ده، عشان احنا بنخاف من الشخص ده، عشان احنا بنخاف من المرض ده. في حين ان هو لو هو بدأ العلاج اللي بيتكون من 3 حاجات: العلاج النفسي اللي هو الدوائي، اللي هو ده اللي كان زمان بس احنا بنركز عليه، كان الاعراض الجانبيه الكتير بتاعت الادويه الذات القديمه كانت بتبقى مزعجه جدا للمريض، ولكن الامور دي اتغيرت دلوقتي. 2، العلاج النفسي اللي هو يعلم المريض المهارات والحياه اللي بدأ يفقدها بسبب المرض واكل المرض للقدرات بتاعته، فازاي بنرجع له الحاجات دي تاني. 3، الجزء الاجتماعي، دمج المريض على قد ما نقدر في الحياة والمجتمع والناس والتعاملات والنشاطات اليومية. كل ده هو ده اللي يكسر الاستجمة، يكسر الوصمة، ويرجع المريض ده لحياته الطبيعية تاني. وان ده قابل ان هو يحصل، هو مش مستحيل ان هو يحصل. بس المهم ان احنا نمشي السكة، وان شاء الله هنوصل ان شاء الله. شكرا يا فارس. العفو.